يتشهاو بقلاوه وتشيز كيك للسهره نروح نلمهم مع بعضهم وندير لهم تشيز كيك البقلاوه. من ارقى لي تشيز كيك اللي رايحين تجربوهم في حياتكم، تجي تقرمش من فوق ومن داخل كريميه ما يتشبعش. هو صراحه بزاف سهل. شوفوا نبدا نرحي 220 غرام بسكوي ونزيد له مورف كبيره بيستاش مرحي مع 120 غرام زبده ذايبه ونخليه قبل بجهه، ونجيب ورق الفيلو ولا ورق البقلاوه ندي 5 ورقات نطويهم على زوج ونقطعهم بالسارسو اللي راح ندير به التشيز كيك. يعني راح ندير 10 ورقات ندهنهم بين بعضهم بالزبده، نقطعهم ونحطهم في الفرن، ونجي نرص طبقه البسكوي في السارسو ونحطه في الكونجيلاتور ونوجد كريمه التشيز. راح نحط 250 غرام ماسكاربون مع مورف كبيره من لاباتا بيستاش تاع غوستو بزاف بنينه. طلعتهم شويه بالباتور وزدت عليهم 50 غرام جبن طاري وطلعت، وهنا عندي 15 غرام جيلاتين زدت لها 50 غرام ماء عادي، وكي تنفخت الجيلاتين فرغتها على 100 غرام من شوكولا بلون اللي كنت ذوبتها وهي سخونه، حركتهم مليح وفرغتهم على الماسكاربون وحركت، وهنايا طلعت 300 غرام من لاكريم فريش مع لافاني، وكي طلعت راح نخلطها على زوج دفعات مع طبقه الماسكاربون بالعقل، نحرك غير بالعقل وراهي واجده. نروح نفرغها على البسكويت تاعي ونحطها في المجمد 6 ساعات. وهنايا ورق البقلاوه كانوا تحمروا، عسلتهم ودرت لهم شويه بيستاش ورجعت للتشيز كيك تاعي بعد ما تماسك. راح نديمو ليه كيما هكا ونفرغ عليه طبقه مليحه من لاباتا بيستاش تاع غوستو، ونرش عليه البيستاش اللي كنت ريحته خشين، ونحط مثلثات البقلاوه اللي كنت طيبتهم وراهو واجد صراحه يجي يحمر الوجه. لازم تخبيوه باه ديروه في السهره ولا في عرضاتكم. وهذا ما كان.